دلوقتي حضرتك وضحت لنا اهميه الرضاعه الطبيعيه، بس في نقطه تانية بقى، ان هي انا بلاحظ ان في بعض الناس، هل برضو من الحاجات المجتمعيه اللي بنسمعها، بيبقوا في ضغط على اتجاه ان هو احنا بقى ايه، ده الطفل كبر دلوقتي داخل على 3 دي شهور، تيتا دي تيتا طبعا وعمته وخالته وكل حاجه، احنا حاسين ان الطفل كبر واحنا بقى عايزين نبدا ناكله بقى. انت ازاي لحد ده عنده 3 شهور دلوقتي وما شاء الله داخل على 4 شهور، داخل الجامعه اهو يا ستي. ده جوزك وهو عنده 3 شهور كنا بنجيب له سندوتشات فول وطعميه. فهتلاقي تسمع بقى كلام من ده. فاحنا عايزين نعرف ايه الكونسبت الصح، وامتى نبدا ندخل اكل زي قريب من اكلنا للطفل، من عمر كام بالظبط؟ طيب احنا لما نيجي نبدا عن كلام عن موضوع التغذيه والرضاعه حاجه واحده، يعني ما ينفعش تتكلم عليهم بمعزل عن بعض. تمام. العالم كله دلوقتي، ويمكن كانت وزاره الصحه المصريه حتى عامله حمله بهذا الامر، مصطلح تغذيه ال1000 يوم، ال1000 داي نيوتريشن. 1000 يوم خلاص 1000 يوم. ايه هم ال1000 يوم دول؟ من اول حمل. تغذيه الطفل بتبدا من اليوم اللي مامته بتحمل فيه، اليوم اللي عمل التحليل الحمل من وطلع يوم ايوه كده، ده من هنا بتبدا تغذيه الطفل. تمام. الى نهايه السنتين بتوع الرضاعه. تمام. دي مرحله ال1000 يوم. تمام. دي ال1000 يوم الاساسيه اللي في عمر الطفل، اللي بتحكم عليه بعد كده هيبقى ادم صحيح ولا بني ادم مريض. صح. الكام يعني كل ال1000 يوم دول هم اللي هيحكموا عليه بالصحه من عدمها. تمام. فتغذيه الام مرحله الحمل انها لازم تبقى تغذيه جيده، تغذيه صحيه كويسه عشان طفلها يطلع متغذي كويس. تمام. كتير من الامهات بقى انا تعبانه بقى في الحمل، تمام، فانا هاكل اكل من بره طول الوقت. خلاص، فنتيجه ده ان هي تبقى صحتها سيئه جدا، ويطلع الطفل بعد كده صحته سيئه وتغذيته سيئه والرضاعه مش كويسه والدنيا بايظه. تمام. تاني حاجه، طبقا لمنظمه الصحه العالميه والCDC واي مراجع انت هتقولها دلوقتي حاليا، ان افضل شيء هو الرضاعه الطبيعيه الحصريه حتى 6 شهور، وده مكتوب لغايه النهارده. مش زي ما الناس ما بتقول ان بعض الدراسات الجديده بتقول لك لا، من 16 اسبوع، من 4 شهور ناكل الطفل، 4 شهور واسبوع زي ما الموضه طالعه دلوقتي اليومين دول. خلاص مع ناس كده صح. الى هذه اللحظه اغلب المراجع الطبيه كاتبه بوضوح exclusive breastfeeding for 6 months، رضاعه طبيعيه حصريه حتى 6 شهور فقط، لا تلجأ لاي شيء. يمكن المنظمه الامريكيه للحساسيه والغذاء اللي هي الESPGHAN كانت قالت ان ممكن تدخل للاطفال اللي عندهم قابليه للحساسيه، تدخل لهم الاكل المؤدي للحساسيه من 4 ل 6 شهور بشكل اكل يكون اورجانيك، وان الطفل يكون اكتملت عنده العلامات العصبيه اللي ما بتكتملش من 5 ل 6 شهور. يعني في حاجه بقى قليله يعني. هل نفهم من الجمله دي ان احنا ناكل من 4 شهور؟ لا يعني بس احنا عاملين زي كفار قريش، ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، لازم نبقى سكرانين بقى، احنا هنفضل سكرانين وما نكملش الايه. بالظبط كده، ما بنكملش نص الجمله، بناخد الكلام اللي على الهوانا بس. ومن هنا بدا ادخال الاكل المبكر للاطفال يعمل لنا مشاكل في مناعه الطفل وقابليتهم للحساسيه بعد كده. تمام. فحرصنا على الرضاعه الطبيعيه الحصريه حتى 5 ل 6 شهور هدف مهم. يمكن دكتور جاك نيومان، وهو اهم مستشارين الرضاعه الطبيعيه في العالم، بيقول ان اكتمال مراحل التطور العصبي والعضلي والمعوي للطفل في خلال فتره من 5 ل 6 شهور هو اللي بيخلينا ناكل الاطفال. اتفقنا؟ ويمكن برضو من ضمن الخرافات في مصر، لو اكلتيه متاخر مش هياكل منك. خلاص. خرافه، اسطوره، ليس لها علاقه بالاصل. وتيجي واحد يقول لك اصل انا جربت، انا عندي واحد عملت فيه كده وواحد ما عملتش فيه كده، ما عملتش حسابها خالص ان في اختلافات فرديه، ان في مشاكل في طريقه ادخال الام الاكل للطفل نفسها، ان الموضوع ده مالتي فاكتوريال، متعدد العوامل، ان الاساس عندك انك تدخل الطفل من 5 الى 6 شهور بطريقه جيده للطفل، بروح كويسه، الطفل يبقى مبسوط. الاكل بالنسبه للطفل سلوك، الاكل بالنسبه للطفل مش جوع وشبع، هو لازم يبقى مبسوط بوقت الاكل او بالاكل نفسه عشان ياكل. تمام. لكن لو انا بمسكه اكتفه وغصب عنه احط المعلقه في بقه، هيحب الاكل ازاي؟ صح. تخيل كده ان واحد كل ما تشوفه يجي ضربك على وشك بالقلم، كل ما تشوفه يجي لطشك بالقلم. خلاص. تخيل بعد كده انت مجرد ما تشوف بني ادم ده هتعمل كده. صح. اهو الطفل يعني كده مع الاكل، كل ما يجي ياكل تيجي حاطه في الاكل في بقه غصب عنه. فالطفل مع الوقت بيتكون حاجز نفسي ما بينه وما بين الايه؟ الاكل. ما بين الاكل. صح. خلاص. فلو الاكل عند الطفل ما حبش وقت الطفل، ما حبش وقت الاكل نفسه، ما حبش ان الاكل ده يبقى حاجه بيعملها وهو مبسوط، بيعملها عشان يلعب ويهزر ويضحك ويبقى وقت بيشاركه مع ماما، مش هيحب الاكل. هيبقى ده دايما الوقت الوحش، فيتربط الاكل عنده طول عمره، لدرجه ان الاطفال ممكن تعاني طول عمرها من صعوبات طعام نتيجه طريقه دخول الاكل فقط. انا مش دكتور تغذيه ولا دكتور صعوبات طعام، لكن بتعامل مع ناس كتير زمايلنا ممتازين جدا في الامر، وده موضوع مهم ان لازم الطبيب يبقى عارف امتى الحدود بتاعتك اللي تحول عندها. اطفال كتير لو انت عرفت ان عنده صعوبات طعام من وهو صغير وبدات تعالجها او بدات تتعامل مع حد تغذيه او صعوبات طعام عشان تعالجها، الطفل ده بيتحسن بشده. والموضوع بينقسم في اطفال كتير دايما طبيا، يعني يمكن بره مصر الموضوع اكتر شويه، حاجه اسمها مالتي ديسبلينري تيم، يعني فريق طبي مكون من كذا دكتور في كذا تخصص بيبشروا الحاله. فالطفل دايما بتاع صعوبات طعام ده محتاج دكتور اطفال ودكتور تغذيه ودكتور صعوبات طعام، بيبقى ممكن يبقى دكتور تغذيه او ممكن يبقى دكتور مناطق السمعيات، وممكن يبقى في دكتور نفسي، وممكن دكتور علاج طبيعي للاوروموتور. كل دي تخصصات بتخدم ان الطفل ياكل ازاي. تيجي الناس للاسف تختصرها في كلمه اصله اكل بدري. لا، هو ما اكلش بدري، هو اكل غلط ومحدش شاف مشكلته.
محدش شاف ان هو متضايق من طعم الاكل، مش عارف يبلع، لسانه مربوط، بقه متصلب، العضلات بتاعته يعني بتوجعه، مش قادر ياكل، البلع بيأذيه، بيشرق كتير، مناخيره مقفوله، محدش عمل حساب ده. بالظبط كده صح، عملوا يعني الموضوع فيه عوامل ويبدا كتير. من هنا وطالع تبدا مأساة الطفل مع الاكل، اللي يفضل طول عمره بيعاني وتبقى صحته كويسه، وتبقى صحته مش كويسه، ومناعته مش كويسه، ورضاعته مش كويسه، ونفسيته مش كويسه، ويستمر الموضوع بعد كده للفطام. نيجي نفطم الطفل، نقول الكلمه مشهوره للامهات، تقول لك ايه، احنا اول قهر العيل فطام الهي ربنا يقهرهم واحده واحده، خلاص جايبين عيالي قهروها يعني، خلاص. الطفل مش جايب عشان يتقهر، الرضاعه دي المفروض يتعمل انفصال امن، زي ما بيتكلموا على الانفصال الامن للطفل عن الام في الحضانه، ومهتمين قوي بالموضوع ده، بس مش مهتمين ابدا بانفصال الطفل عن مامته في الرضاعه. صح. لازم الفطام يبقى تدريجي، يعمل بالتدريج وهادئ، واحده واحده، عشان يبقى اقبل الطفل ازاي، اكلمه ازاي، ما اقولوش لا، ازاي اخليه طرف في المعادله، وهدي بالراحه واحده واحده الرضاعه لغايه ما الطفل ما ينفصل عن مامته، فهو ما يتعبش وهي ما تتعبش. كمان مناعه الطفل بتقل من الفطام مفاجئ، لان مره واحده قطعت الاجسام مضاده عنه، فلما اتقطعت الاجسام مضاده عنه النتيجه مناعته تقع. صح كده، بالظبط كده، ويعيا كتير. صح. ويطلع الطفل بعد كده دايما عنده امراض الانفصال. يعني كانت استاذتنا دكتوره جيهان فؤاد عميد معهد التغذيه، وانا حريص ان انا اقول اسمها من اساتذتنا، يعني كانت بتقول دايما الطفل اللي انت وهو صغير ده ما شلتوش وما حضنتوش، هيطلع طول عمره بعد كده عنده انسكيورتي، عدم امان، دايما حاسس ناس هتسيبه، هتتخلى عنه، هيفضل يعيط ويصوت ومحدش يشيله. تمام.